Hello everyone, welcome again to Learn Arabic with us. أهلا بكم وكيف حالكم؟ أهلا بكم مرة أخرى في تعلموا العربية معنا. Today we will have another episode of reading the explanation of Quran to Al-Shaykh Al-Sha'rawi. We are in page number 98. So I want you to do, as always, you know what you do, to read after me, to try to pronounce the perfect pronunciation, and try to practice as much as you can. So let's start. وبالنسبة لنزول القرآن الكريم الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والذي نزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، والمكان هو إما مكة وإما المدينة. فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول، والقرآن هو هداية البشرية إلى منهج الله، والله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم دستورا سماويا لكل رسالات الله للبشر. فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السماوية، وجاء الدين الخاتم الذي يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة. فجاء القرآن الكريم بقصة خلق السماوات والأرض وقصة خلق الإنسان، وجاء بقصص الرسل والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم، وصحح ما زيف منها وعدل ما حرف منها، لتأتي صادقة فيما أبلغ به الرسل عن الله، وتأتي ناسخة لكل ما عبث به أيدي البشر في الرسالات السابقة على نزول القرآن، وتأتي مصححة لكل كلام بشري أضيف إلى منهج الله ونسب إليه زورا وبهتانا، وتأتي بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحبار اليهود ورهبان النصارى عن الناس. إنه يفضح كل تحريف أو كتم أو إخفاء أو تزييف أو إضافة بشرية لدين الله في الرسالات السابقة، ويزيد عليه من منهج الله ليصبح القرآن الكريم المنهج الكامل المتكامل لعبادة الله في الأرض، ويتضمن منهج السماء منذ عهد آدم إلى قيام الساعة. ولقد اختلف العلماء حول بعض الآيات، وهل هي مكية أو مدنية. فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا أن كل سورة من القرآن الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تعتبر مدنية حتى ولو نزلت في مكة. والذين اتخذوا مقياس المكان قالوا أن كل سورة نزلت في مكة فهي مكية، وكل سورة نزلت في المدينة فهي مدنية، وذلك بصرف النظر عن إنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام نزلت عليه سور في مكة بعد الهجرة. So here you have it, as we used to do. Please don't forget to practice under your best. You will get it by the time. This is our 5th video, so I believe that you will be better by now. So if you need anything, just text me, and thank you very much. مع السلامة. Goodbye.